أهلا بيكم سنة أولى إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض تقييم الأسبوع السادس بعنوان عصر الدولة القديمة، عصر بناة الأهرامات. الفترة الأولى، العصر العتيق، عصر بداية الأسرات وخصائصه. الأداء الصفي فكر وأجب. 1. دلل على صحة العبارة الآتية: اهتم ملوك العصر العتيق بالأنشطة الاقتصادية. هتقوله: حيث اهتم ملوك هذا العصر بالطرق الصحراوية لتأمين التجارة المارة بها، وهيسيطروا على المنطقة الواقعة بين جنوب الجندل الأول، كل ده من أجل التجارة واستغلال المناجم ومحاجر سيناء. 2. ما العلاقة بين الملك مينا وعصر التأسيس؟ العلاقة بينهم إن الملك مينا وحد مملكة الشمال ومملكة الجنوب، وأسس عاصمة مصر الموحدة مدينة منفر. 1. تطور شكل المقبرة عند القدماء المصريين. من خلال قراءتك للعبارة السابقة ودراستك لهذا الدرس لاحظ الصور التالية ورتبها من الأقدم للأحدث. شكل المقبرة عند المصريين القدماء تحولت من مجرد حفرة في الأرض إلى حجرة دفن من الحجر الجيري بيعلوها جزء من الطوب اللبني اللي هو بيشبه المصطبة، ثم هرم مدرج، ثم هرم كامل. هنحط عند المصطبة 1، عند الهرم المدرج 2، عند الهرم الكامل 3. 2. بما تفسر اهتمام المصريين القدماء بنحت التماثيل الملكية لاعتقادهم في قدسية الملك. كانوا معتقدين ان الملك ده مقدس زي الإله، فكانوا بيعملوا تماثيل للملوك، وعملوا كمان تماثيل للنبلاء زي تمثال كعبر اللي هو دلوقتي شيخ البلد. 3. دلل على صحة العبارة الآتية: تقدم المصريون القدماء في فن العمارة والهندسة والفلك. تطور فن العمارة عند المصريين القدماء، حيث تطور شكل المقبرة من حجرة بيعلوها مصطبة إلى عدة مصاطب، أخذت شكل الهرم المدرج زي هرم زوسر، ثم وصلت لشكل الهرم الكامل في عهد الملك خوفو. الأداء المنزلي اللي هو الواجب. 1. بما تفسر تسمية عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرامات؟ السؤال ده مهم جدا، لازم تكون عارفه. بسبب اهتمام ملوك هذا العصر ببناء مقابرهم على شكل أهرامات زي الملك زوسر وخوفو وخفرع. اهتمام ملوك العصر العتيق بتأمين حدود مصر، ده هيؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار. 3. ما العلاقة بين التماثيل الملكية والاعتقادات الدينية؟ المصريين القدماء اهتموا بنحت التماثيل الملكية لاعتقادهم في قدسية الملك. عملوا كمان تماثيل للنبلاء زي تمثال كعبر اللي هو بيمثل شيخ البلد دلوقتي. الفترة التانية أشهر ملوك عصر الدولة القديمة. الأداء الصفي، هنوصل دلوقتي عمود ألف بعمود ب. 1. الملك أوسر كاف عمل معابد الشمس. الملك خوفو بنى الهرم الأكبر. الملك زوسر بنى الهرم المدرج. الملك أوناس كتب نصوص الأهرامات. الملك خفرع بنى تمثال أبو الهول. 2. بما تفسر لقب الملك سنفرو بالملك المحسن المحبوب؟ لأنه كان ملكا عظيما عادلا بيكره الظلم، عشان كده الشعب حبه فأطلق عليه الملك المحسن المحبوب. أكمل وأجب يعد تمثال أبو الهول من أشهر تماثيل عصر الدولة القديمة. من خلال دراستك لهذا الدرس أكمل الشكل التخطيطي أدناه. جايب لك صورة لتمثال أبو الهول وبيقولك مين اللي نحت تمثال أبو الهول؟ الملك خفرع. طيب تمثال أبو الهول، الجسم بتاع تمثال أبو الهول بيدل على إيه؟ بيدل على القوة. طيب رأس تمثال أبو الهول بتدل على العقل والحكمة. 2. ما النتائج المترتبة على تدهور أحوال مصر في أواخر عهد الملك بيبي الثاني؟ ده هيؤدي إلى انتهاء عصر الدولة القديمة. 3. دلل تاريخيا على صحة العبارة: تأثرت بعض الدول الإفريقية بالعادات المصرية خلال عصر الدولة القديمة. الدليل إن العادات المصرية القديمة انتشرت في دول إفريقيا. انتشرت بعض العادات المصرية القديمة بين الشعوب الإفريقية زي التحنيط. تم تحنيط جثث الملوك وأمراء الكونغو على الرغم إنهم لم يعرفوا سر التحنيط كاملة. الأداء المنزلي الواجب. 1. بما تفسر أهمية نصوص الأهرام؟ أهميتها إن هي أمدتنا بالكثير من المعلومات المهمة عن المعتقدات الدينية للمصريين القدماء. 2. ماذا كان يحدث إذا لم يقم الملك أوناس بكتابة نصوص الأهرام على جدران حجرة الدفن داخل الهرم؟
لو الملك ما كتبش لم تنتشر كتابة نصوص الأهرام بين الملوك والملكات، بس في الحقيقة الملك أوناس كتب نصوص الأهرام على الجدران. هو بقى بيقولك لو هو ما كتبش لم تنتشر. 3. دلل تاريخيا على صحة العبارة. اهتمام ملوك الدولة القديمة باكتشاف القارة الإفريقية. الدليل على ذلك أرسل ملوك الأسرة الخمسة والستة الرحلات التجارية والاستكشافية إلى إفريقيا زي رحلات الرحالة حرخوف نحو جنوب إفريقيا. التقييم الأسبوعي نموذج ألف. اختر الإجابة الصحيحة. تم نحت تمثال أبو الهول في عهد الملك خفرع. 2. ما المقصود بالمصطلح التاريخي نصوص الأهرام؟ دي مجموعة نصوص دينية نقشت بالخط الهيروغليفي على جدران الحجرات الداخلية للأهرام. 3. بما تفسر تسمية عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرامات؟ بسبب اهتمام ملوك هذا العصر ببناء المقابر على شكل أهرامات. 4. ما العلاقة بين فينيقيا وملوك الأسرة الرابعة؟ حيث أرسل الملك سنفر أسطولا بحريا مكونا من 40 سفينة إلى بلاد فينيقيا لإحضار خشب الأرز. 5. دلل على مدى صدق العبارة التالية. بلغت الحضارة المصرية القديمة أوج قوتها خلال عهد الأسرة السبعة والعشرة. يعني هتقول العبارة صادقة ولا غير صادقة؟ العبارة غير صادقة. إن تعرضت البلاد للانقسامات والغارات الخارجية وتوقفت عجلة البناء والتطور الحضاري، واستمر الضعف ده لحد ما ظهرت الأسرة ال11 واللي أعادت للبلاد قوتها ووحدتها من جديد، فبدأ عصر جديد من النهضة والتقدم هو عصر الدولة الوسطى. نموذج ب. اختر الإجابة الصحيحة. مؤسس الأسرة الرابعة ولقب بالملك المحسن المحبوب ده الملك سنفرو. 2. ما المقصود بالمصطلح التاريخي عصر الإضمحلال؟ دي فترات زمنية في التاريخ المصري القديم سادت فيها البلاد حالة من ضعف سلطة الملك والحكومة المركزية، وانتشرت فيها الاضطرابات السياسية والاقتصادية. 3. بما تفسر سقوط الأسرة الرابعة في عصر الدولة القديمة؟ لأن في نهاية الأسرة الرابعة ازدادت نفوذ كهنة الإله رع حتى استطاع كبيرهم أوسر كاف الوصول إلى حكم مصر. 4. ماذا كان يحدث إذا حافظ الملك بيبستاني على سيطرته على مقاليد البلاد طوال فترة حكمه؟ اللي كان هيحصل لو الملك بيبستاني ده كان قوي وسيطر على مقاليد البلاد؟ لم تتدهور أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولم تعم الفوضى، ولم يقوم المصريين بثورة عارمة، لم ينتهي عصر الدولة القديمة. 5. ما النتائج المترتبة على ظهور الأسرة ال11 في مصر القديمة؟ أدى إلى إعادة البلاد إلى وحدتها وتحقيق الأمن والاستقرار. نموذج ج. اختر الإجابة الصحيحة. قاموا بتقليد المصريين القدماء في تحنيط جثث موتاهم، هم ملوك وأمراء الكونغو. ما المقصود بمصطلح عصر بناة الأهرام؟ هو العصر الذي يشمل 4 أسرات من الأسرة الثالثة لحد نهاية الأسرة السادسة، وبنى ملوك هذا العصر مقابرهم على شكل أهرامات. 3. بما تفسر أهمية نصوص الأهرام؟ لأنها أمدتنا بالكثير من المعلومات المهمة عن المعتقدات الدينية للمصريين القدماء. 4. اكتب أحد أعمال الملك أوناس. أول من كتب نصوص الأهرام على جدران حجرة الدفن داخل الهرم بهدف حماية الملك في الحياة الأخرى. 5. دلل على مدى صدق العبارة التالية. اهتم كل من الملك سنفرو والملك خوفو بالتجارة الخارجية. الملك سنفرو أرسل أسطول بحري مكون من 40 سفينة إلى بلاد فينيقيا لإحضار خشب الأرز. الملك خوفو ازدهرت في عهده التجارة الخارجية لمصر خاصة مع بلاد فينيقيا. أي حد عنده سؤال وعايز إجابته يكتب لي في التعليقات وهرد عليكم. وبكده نكون خلصنا حل تقييم الأسبوع السادس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.